مرحبا بكم الناس الكل. اليوم باش نحكيو على المغرب والهيستوريك والمسيرة اللي عملتها في ديموند هذا كوب ديموند يعني اللي صار في قطر. المغرب شرفتنا يعني ما فما عدة ناس ما كانوش يتصوروا انه المنتخب المغربي يوصل مراحل هكا، وكانوا يعني متفائلين. فما شكون متفائل، فما شكون لا، فما شكون قال حتى نتعداو يعني المرحلة الأولى. لكن المنتخب المغربي يعني رغم انه حاصل على المرتبة الرابعة خسر كونتر فرنسا، يعني فما اسباب يعني تنجم تكون خسرت يعني خسرت بلانتيات، فما ظلم تحكيمي، لكن انها كانت مشرفة في المسيرة هذه الكل من اول مباراة لاخر مباراة. كما شفنا صار ارهاق في المباريات الاخيرة ومباراة ضد كرواتيا، لكن يعني تشوف انت فما صورة نوريها لكم انه العالم كامل مهتم بالمغرب في الفترة الحالية ويحب يعني المنتخب المغربي وطريقته في اظهار بالوالدين وبر الوالدين، وايضا طريقته يعني في الدين الاسلامي واظهار يعني عاداتنا وتقاليدنا ومبادئنا وقيمنا العربية الكل، وحدة العرب الكل، ومع المسيرة الكروية اللي أغلب الناس ما كانوش يتصوروا قبائل عربية وإفريقية توصل إلى هذه المرحلة. صراحة المغرب حتى لو أنها ما حصلتش على كأس العالم ربحت برشا أشياء، يعني سمعة طيبة في العالم، وربحت يعني أمور هما في عالم يعني سمعة. برشا ناس ولات تغزرها بعين كبيرة أكثر، عارفوا اللي المغرب راي ماهيش دولة يعني ضعيفة معنويا وفي جميع المجالات، وأنها قادرة تجاري النسق اللي موجود في العالم. أنا كتونسي مغربي أتشرف يعني بهذا المنتخب وارفع راية يعني العرب ورأس العرب يعني في البطولة هذه، وإن شاء الله في المستقبل ديما تكون يعني فما حاجات أحسن وخير وتطور وعلى التمشي هذا. مبروك للمغرب، وأنا سعيد أني كنت مستمتع بمشاهدة المباريات من أول مباراة لآخر مباراة. كانت يعني فرحة لا توصف ومتفائل فيها أنا شخصيا يعني، لكن وصلت لمراحل متقدمة عمري ما كنت نتصور أنها باش توصل المراحل هذه، لكن كنت متفائل بها، وهذا هو الفخر والشرف ليا أني استمتعت. صراحة استمتعت من جميع النواحي، وشكرا.